ايه يا عم انت ما تسالش ليه؟ هو ما كنتش انا اتصل بيك انت ما تسالش عليا؟ ما انا شايفك يا عم بتضحك وزي الفل والحياه معاك اسال عليا يا عم. اغلب الناس الفتره دي مش مرتاحه ومش مبسوطه، وعندهم من الهم والصعب اللي مكفيهم وزياده. عندهم مليون حاجه شغله تفكيرهم وقلوبهم، مع اختلاف التفاصيل والحكايات والهموم. كل واحد سارح في ملكوته وهمومه. تحس اغلب الناس دلوقتي ماشيه تايهه وسرحانه، دماغهم بقت زي المفرمه شغاله في مليون اتجاه. فياريت نعذر بعض ونراعي شعور بعض. بلاش العتاب والتقطيم على الفاضي، بلاش جمله ما بتسالش ليه. لو حد وحشك ادخل وكلمه واسال عليه وخلاص، من غير عتاب ولا تقطيم ولا كلام يسم البدن. لأن الدنيا وضغوط الحياة شغلة الكل، يعني مش انت لوحدك اللي مشغول ومهموم والناس لأ، الكل مسحول في حياته واليوم بيطير وربنا وحده اللي عالم بالناس. مش عشان في ناس دايما بتضحك ومبتسمة وطبعها انها مش بتشتكي يبقى خلاص حياتهم زي الفل وما عندهمش مشاكل. صدقني اكيد لا، بس في ناس ما بتحبش تشتكي وتحكي همومها ومشاكلها. ممكن تكون دي طريقة للهروب وانها تفصل شوية من الواقع الصعب اللي كل الناس بتعيشه. يا ريت نلتمس الاعذار لبعض، ولو في كلمة طيبة نقولها، ولو غير كده نحتفظ بيها لنفسنا. يا ريت محدش متحمل كلمة، ممكن على موقف بسيط ينفجر. هونوها تهون وربنا يهون على الجميع يا رب. تحياتي يحيى شاهين.